مسا. أقوى مسا على البشرية. واضح كده إن المكسيك بدأت في القذائف بتاعتها، فإحنا هنلقوا في أول قذيفة نزلوها مع بعض زي ما قلت في المقدمة، والكام شوت اللي ظهر فيه أبي يوسف مع أبو الأنوار على إنتاج للبابا، فكان واضح إن في إعلان إن الشغل بينهم رجع. فهنبدأ بأول عمل من أعمالهم، تمام؟ مع بعض كده هنسمع لأول مرة، نشوف إيه اللي بيحصل. من فترة ما شفناش أبو الأنوار برضو يعني، أو ممكن يكون أنا اللي مقصر، وده عادي، خلاص تعودنا على كده. فعندك أبي يوسف وأبو الأنوار على الإنتاج بتاع للبابا، تمام؟ علما بأن للبابا كان عامل شغل كويس في المقدمة، فكانت بشار خير يعني. فعايزين نسمع ونشوف. يلا حد تاني معنا. التراك اسمه صباح الخير، بس الصورة بتقول غير كده خالص، تمام؟ صباح الشت ولا مؤاخذة، تمام؟ مفيش حد تاني معانا. يلا بينا. صباح الفل أو مساء الفل أو مساء الشت اللي هو عامله ده، تمام؟ هي شرحة نفسها يعني. جميل، خش بقى. صباح الخير مساء الخرف ساعة بيعرف تذكرة في الزبون دبون دورة ليلتكو كحلة مسكرة جامدة فشخ دي، جامدة فشخ دي يعني. أنا لسه قلب وشي على اللي أبي يوسف بيعمله، وليه البابا لحقنا الحمد لله. بس لقطة صايعة الصراحة، ودخلت أبو الأنوار عالية. خلينا نعيدها تاني ونسمع إيه اللي بيتقال. حلوة الفكرة، صايعة فشخ. اسمع. صباح الخير مساء الخرف ساعة بيعرف تذكرة في الزبون دبون دورة ليلتكو كحلة مسكرة واللي اتطرف على كيفي ممكن أبني بقى نارة. أعرف ست 100 راجل وأعرف راجل بس 100 مرة. نزل على فين بتقشر مدرسة جري عشر يموت زي قشر دمي حالك إنه مشر حط مش برشل موقع إبراهيم محمد قاعد في باتشيزا وكان لون شاف كان اكتشفني وفاكس. أبو الأنوار اتطور، أبو الأنوار عمل أبديت. مستوى الرص عالي، مستوى الرص عالي فشخ. السيلبرز اللي هو مستخدمها والرايمز اللي هو قايلها. ايه يا ابو، حلو الشغل. نسمع اول مقطع تاني ونركز في اللي اتقال. قول. صباح الخير مساء الخرف ساعة بيعرف تذكرة في الزبون دبون ورا ليلتكو كحلة ومسكرة واللي اتطرف على كيفي ممكن أبني بقى نارة. أعرف ست 100 راجل وأعرف راجل بس 100 مرة. وأنا نزل على سنجة قشر مدرسة جري عشر يمين حكي زي قشر دمي حالك إنه مشرط كنت مش بتشل موقع إبراهيم محمد قاعد في باتشيزا وكان لون شاف كان اكتشفني وفاكس تايجر. حتى لما كبر ما سيطرش وفاكس تايجر مش مكان في قمة لما شاطوا حاجة ستايلر. محمد قبل بازل يسطا صبا ستايلر. مستوى أبو الأنوار مختلف تماما، عالي المستوى. مستوى الرص اتطور ومستوى الليركس اتطور، زي ما قلت السيلبلز والرايم سكيم جامد. تعال نخش بقى ونتوغل ونشوف ايه اللي اتقال. في الاول كده بيمسي علينا ولا مؤاخذة، بيقولك صباح الخير مساء الخرا في ساعة ابيع 1000 تذكرة، وده دليل على ان هو ايه، جامد ومسمع وكل الفانز عايزينه يعني. بعد كده قالك فانزكوا جابونا لورا ليلتكو كحل او مسكرة، ودي مستلزمات نساء ملناش دعوة بيها. بس انا بيقولك يعني ايه ليلتكو كحل او مسكرة سودة ولا مؤاخذة يعني، علينا وعلى دماغنا، تمام؟ ده غير الخرا اللي فوق. في ايه يا اسطى ما تحدفنا بحاجة في وشنا ونخلص يعني. تمام. بعد كده قالك واللي اتصرف على كيفي ممكن ابني بيه عمارة، وده دليل على ان هو مبذر ولا مؤاخذة يعني. بس بعد كده قالك اعرف ست ب100 راجل واعرف راجل بس ب100 مرة ولا مؤاخذة يعني. بحب قوي في ابو الانوار ان هو بيحترم المرأة، دايما لازم يمسي على المرأة بأي شكل كان، لازم في كل تراكاته يعني. فحاجة بسم الله ما شاء الله يعني، جميلة جدا. بس يا سيدي بعد كده قالك وانا نازل على سنجة 10 من غير سنجة اجري 10، وده بار قوي جدا يعني. منه رامي على المقولة الشهيرة بتاعت ان انت بتبقى نازل على سنجة 10، ومنه جايب السنجة نفسها وان هو ممكن يجري بيها 10 بني ادمين يعني.
فحلو الصياغة. بعد كده كمل وقال لك ميمو يحكم زي أشرف، دمي حامي أكنه مشرط. وهنا تركز في الرايم. بص أشرف مع مشرط، قافية مكسورة تماما، مفيهاش تطابق غير في حرف الشين، أشرف ومشرط بس. بعد كده قال لك هوت مش باتشيل، قوقعة باتمان محمد قاعد في الباتشيل. بص هنا ترجم لك قوقعة باتمان ان هي بات شيل، اللي هي القوقعة بتاعت باتمان اللي بيتحمى فيها يعني، او اللي بينام فيها، او اللي بيتقوقظ فيها يعني. فجامد فشخ الرايمنج هنا، بات شيل وهوت مش باتشيل ومشرط واشرف، جامد. بعد كده نركز بقى في الأربعة اللي جايين دول. بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو كان ليل وين شافني كان اكتشفني وفاكس تايجا، على اساس ان ليل وين لما شاف تايجا هو اداله سبورت وطلعه. فهنا بيقول لك ليل وين لو كان شاف ابو الانوار كان فاكس لتايجا وكان طلعه هو، تمام، اداله سبورت هو، فجامده دي. بعد كده يقول لك الواد ده لما كبر ما سيطرش وفكس تايجر، والبار ده جامد فشخ لانه رامي على السلوجن بتاع تايجر اكبر وسيطر. فهنا عكس البار تماما، قال لك الواد ده لما كبر ما سيطرش وفكس تايجر، على اساس ان هو ما عملش بنفس السلوجن بتاع تايجر يعني. فجامد حلو. الصراحه ابو الانوار بيتفوق على نفسه في كتابه البارات هنا، جامد. فعاش. بعد كده كمل وقال لك ملوش مكان في قرنه، لما شنطه وحجز تايلاند، محمد قبله قبل فيرجل يا اسطى فبستايلك. عاجبني الرايمنج فشخ، فبستايلك تايلاند تايجر تايجا، جامد فشخ. ده غير القافيه الداخليه بتاعت قرنه تمشي برضو مع تايلاند. عاش ابو الانوار، عاش المستوى بتاع الكتابه والمستوى بتاع الرايم سكيم، قوي فشخ، حلو. بداية مبشرة نقدر نقول. والإنتاج برضو بتاع علي البابا على المستوى حلو مش وحش. نكمل، قول. جامد فشخ. مستوى الرص بتاع البارات عالمي، ومستوى التنوع في الرايم سكيم عالي فشخ، بين القوافي الصامتة وبين القوافي الموحدة. يعني هو عامل 4 بارات قافية موحدة مونو رايم، لما نجيلها هقولك عليها. خلينا نشوف ايه اللي اتقال. بعد ما قالك محمد قبله قبل فيرجل يا اسطى فبستايلك، قالك وستايلي روش زي اي بيت ركبته، بيديكوا الفينش بهيد يا اسطى صامويل ايتو، فدوست انتر بكتب التاريخ ميلتو، جامدة فشخ. برضو الدبل مين هنا بيقولك ان هو فدوست انتر، لو زي ما هو بيدوس انتر بالظبط على الكيبورد، وفي نفس الوقت نهي البارب بكتب التاريخ ميليتو. وهنا يقصد اللاعب الارجنتيني المعروف دياجو ميليتو، تمام، وده كان اسطورة الانتر، فاهم. فهنا الانتر ليها معنيين، الانتر بتاع الكيبورد ونادي انتر ميلان، تمام، لان ميليتو بيلعب في انتر ميلان، فحلو فشخ. بعد كده قالك تخصص بيف قطعت الهلاهيل في ليتو، وهنا برضو بيف تحمل معنيين، بيف اللي هو لحمة، تمام، ان هو قطعها يعني، فاهم، فليتو زي ما قلت لك برضو في الحلقة بتاعت ابي يوسف، لان فليتو كانت متكررة هناك ان دي لمؤاخذة قطع حتة في البهيم، تمام. فهنا بيقولك ان هو قطعهم او شفاهم يعني. وفي نفس الوقت البيف بتحمل معنى النزاع اللي بيبقى بين الرابرز بس. فهي دبل مين برضو قوي، فعاش المستوى الصراحة أبو الأنوار، عاش. بعد كده كمل وقال لك ليتو ملكوش حاجة تعملوها غير ده، ربك بس بيرزق هو اللي بعت الخير ده، انتوا على البايظ هنفككوا ونبيعكوا خردة، جامد فشخ. بين غير ده والخير ده وخردة، وكل دي قوافي ثابتة. بص بقى القفلة اللي بعد كده، قال لك محدش في المجال ده يا اسطى بيعمل كده غيرنا، بص غيرنا، ودي قافية مكسورة أو مايلة اللي هي على نفس الوزن ولكن بحروف مختلفة، فعاش بس يا سيدي. فقال لك محدش في المجال ده يا اسطى بيعمل كده غيرنا، انا وابي وسانتا وسيكا ومعجزه ودس يا اسطى، لو كترت هنأكلك خرف دس يا اسطى، بالاكتئاب والبرشام وشك يخس يا اسطى، كان ممكن اقتلك بس انا انسان وبحس يا اسطى. وهنا دي القافيه الموحده اللي بيتقال عليها المونورايم. هو مثبت يا اسطى في اخر كل بار، واقف مستني نهايه البار يعني. فقوي التنوع في انواع الرايم سكيم ده، جامد. نكمل، عاش، حلو المستوى، قول. الصفر بالعمل مشهور للأسف الشرع الفرص كل بور بيكون مركز إنه مرفع البور، كلامي جد أو هزار عشان ده باكو مني فورا، مركز ونش مركز إنه مرفع الكورة، واحد في مساء الفرص
مش ولاد المرة. بعد فلوسي 600 مرة سبارتا شفت فاكتور بحكي لي ازاي فتح شرطة اعمل افرط اشد فوق سيبنا سقط حرفية كبريات على الرجل اللي انا بنقط الشك بالشك بحب اغيظك وبحب وشك لو انا برفستك مش هتفرق لما تشتم تحسيني رزق ورفعنا نزل سعر نزل مش هتحطك وما اشتريتنيش عاجبني فشخ دايما ان ابو الانوار تحس ان هو بيسخن ابيو على البيت او بيسخن ابيو عموما في ان هو يشتغل ويعمل تراكات. يعني مش بعيد غزارة الانتاج اللي حاصله دي بقالها فترة من عند ابيو يبقى وراها ابو الانوار بنسبة كبيرة، يعني لان سبحان الله غزارة الانتاج بتاعت ابي يوسف لضمت في تجمع المكسيك بس، فده عاش فشخ. دخلت ابي يوسف كالعادة قوية، بس خلينا نشوف ابو الانوار عاد كام بار كده من فوق لدرجة ان انا حسيت ان ده الهوك او ده الكورس يعني، بس ما يبانش عليه ان هي لازمة خالص. هو عادهم تاني بس غير في اخر بارين وغير في عدد التذاكر على اساس ان في وقت عدى، فجامدة فشخ دي. قال لك صباح الخير صباح الخرا ساعة بعت 2000 تذكرة، التانية كانت 1000 تذكرة. بعد كده بعدها برضو فانزوكو جابونا لورا لقيتكم كحلة او مسكرة. هنا ما غيرش في الادوات الايه النسائية خالص، سابها زي ما هي، بس غير في اللي بعدهم. قال لك واللي اتصرف على كيفي كان ممكن يجيب طيارة، اللي فاتت كان ممكن يبني بيها عمارة، هنا يجيب طيارة، فكده الفلوس زادت لان سبحان الله تمن الطيارة اعلى بكتير من العمارة، خد بالك. فهنا يحسسك ان في ايه وقت عدى يعني، فاهم، في خلال الايه في خلال المقطع الاول، فصايعه دي. بس بقى كده قفل لك وقال لك وعلى راي زميلي دريك ما حبوناش ولاد المرة. وهنا الصراحه انا مش عارف هو بيرمي على تراك دريك اللي هو اسمه لاف اول ساعه ما قال لك some of my niggas don't love me، ممكن يكون قصده البار ده، بس انا قايل لك النيجز دول ولاد مرة ولا مؤاخذه يعني. بس بعد كده دخلت الرعد بقى، قال لك بعد فلوس 300 مرة سبارتا، وهنا طبعا بيرمي على فيلم سبارتا اللي هو 300 قلناها قبل كده غالبا يعني. بس بعد كده قال لك شنف في افترايا بيحكي لي ازاي فتح ستارت اب، بص الرايمنج ستارت اب وسبارتا. بعد كده كمل وقال لك هعمل اخرس او شد فك اب سيبني اسقط. بعد كده في رابع بار قال لك حنفية كبريهات على الريجولر انا بنقط، بص بنقط اسقط وفك اب وستارت اب وسبارتا. جامد فشخ، مالتي سيلبلز محدش يعرف يقف قدامها، عالمي. بعد كده قال لك هشك بشك بحب اغيظك وبحب وشك، لو رابر فيستك مش هتفرق لما تشتم. من الاخر لو انت رابر اي كلام لما تشتمه مش هتفرق خالص، مش هيأثر فيه ولا مؤاخذة يعني. بس بعد كده قال لك تحس اني رزل وانا فعلا رزل، سعرك نزل مش هتعلى التكل. انت فاهم السيلبلز اللي هو مستخدمها والرايمز اللي هو عاملها، قوافي داخلية بس، هشك بشك اغيظك وشك فيستك مش هتفرق لما تشتم. بعد كده تحس اني رزل وانا فعلا رزل، سعرك نزل مش هتعلى التكل. جامد فشخ. بعد كده ان ما اشتريتنيش ابيعك تريبل، جامد. اللي هو من الاخر اللي ما يشتريهوش هو يبيعه 3 مرات. حلو فشخ يعني، حتى المعنى مع صياغة الرايمنج في البارات قوي فشخ، جامد المستوى، حلو التراك. نكمل. قول يا رعد قول. جوز عايشه زي الواي فاي متكلف، عندي جوز رايتر انا مش بألف، اكيد مش هتعب نفسي واكتب الكلام ده كله. بيسألني قبل حاسس بايه النهارده وانا بقول هو بيكتب وانا اجيب السيستم ديستريكت كان بس مش اسم الديستريكت، شغال دوميستكس قفلت وما كملتش ما فهمتش وات ذا فاك از ذس. شايف في المرايه بطل حرفيا كل التمارين هرب، لو غبي ومش فاهمها افتكر شكل الرقم، مفيش بيس بقى اللي بدي كان مفيش بكره. ماسورة سيلبلز وطفحت علينا، مش ممكن يعني بجد. ركز فيها كده في المستوى العادي اللي ابو يوسف بيعمله لوحده غير لما بيبقى مع ابو الانوار. حرفيا الطاقة بتاعته تحس ان هو الفيول او البنزين بتاعه، فعاش فشخ. بيقول لك بارز على الاخر زي الواي فاي المتكلف، وهنا بيشبه قوة البارز بتاعته بالواي فاي لما بيبقى على الاخر، يعني بيبقى السترينث بتاعته قوية. بعد كده قال لك عندي جوست رايتر انا مش بألف، اكيد مش هتعب نفسي واكتب الكلام ده كله. وهنا طبعا بيقولها بسخرية، يعني الجوست رايتر ده اللي هو معروف بره ان هم بيكتبوا للرابرز المعروفة بس ما بيقولوش اسمهم، فهنا طبعا هو بيقولها بطريقة، لان طبعا احنا عارفين ان ابو يوسف بيكتب كلامه من اوله لاخره،
فهنا هو بيقولها بسخريه فجامد. بعد كده قال لك بيسالني ابي وحاسس بايه النهارده، وانا بقول له هو بيكتب ولا تجيب الشبشب سيستم. بص الشبشب سيستم يعني ايه الدماغ دي؟ جايب كلمتين في لغتين مختلفتين بنفس الوزن، شبشب وسيستم. مفيش كده اقسم بالله. بعد كده قال لك درس بقسم وش الخصم البيستريكس. البيستريكس دي تقريبا هي قطع كده وبتتجمع، فهو مقسم وش الخصم زيها. بعد كده قال لك شغلت ذا ماتريكس، قفلت وما كملتش، ما فهمتش وات ذا فاك از ذس شيت. ايه الرايم سكيمز دي؟ ايه السكيمات دي؟ يعني عندك شبشب مع سيستم مع بيستريكس مع ذا ماتريكس مع ما كملتش مع ما فهمتش مع وات ذا فاك از ذس شيت. الرايم هنا قافل عند ذس، وبعد كده قافل برايم تاني اللي هو شيت. مفيش كده حرفيا، شيت مش لاقيين ولا تشيرت. ايه ده؟ ايه ده؟ جامد. بعد كده كمل وقال لك شايف في المراية بطل، وده حقيقي حرفيا كل تمانياية هرم. وهنا يقصد التمانية لما بتعمل كده بيبقى هرم، وفي نفس الوقت يقصد التمانياية اللي هي 8 براد غالبا ان هي بتبقى هرم، بتبقى على الصح وبتبقى مظبوطة مستواها في العالي زي ما احنا سامعين كده. بس بعد كده قال لك لو غبي ومش فاهم افتكر شكل الرقم، اللي هو ركز ان التمانية دي بيعمل هرم، فاهم؟ تعمل كده ده كده هرم. جامد. بعد كده قال لك مفيش بيس ما بقبلهاش، دي البلان، مفيش باك اب. من الاخر الراجل ده ما عندوش رحمه وما عندوش باك اب، فما عندوش بلان بديله، هي دي البلان الاساسيه اللي هو شغال عليها. عالمي يا ابني والله العظيم 3. مفيش مستوى كتابه كده، والرايمز مش محتاج اقول على المستوى، والاداء برضو you know too much. انت عارف، عاش المستوى. التراك جامد الصراحه. مفيش مقارنة مع علوم نفس الجيل بنسى، ده في الوقت ما فهمتش ان مفيش حين ازرق، باخد صعب بصي عشان ما عنديش كتلة، تتعلق من لسانك عشان ما عنديش مسمع، كنت العقدة نجم زي عمدة، بكتب عدل في العقدة، يا عزك الوحدة غير العزة، شغلت فيلم كلوب بالميز بس زدت، كسرت الشاشة بالازازة دبل تشيك، خيال نهايتها مش حقيقي تفكير، خالي زي فيلم بلاك ادم طويل على الفاضي، فيلم بستيفو زي الليجو بيبني فوق، خلصت كتير بشد عليهم السكين. جامد وكوميدي فشخ. يقول لك مفيش مقارنه مع هلهوله من نفس الجيل بكسب، ده فيلم هو انت ما فهمتش ان مفيش فيل ازرق. وهنا غالبا بيرمي على الحوارات اللي حاصله بينه وبين الجوكر غالبا في الدسات، ان فيلم فيل الازرق هو متسمي فيل الازرق، وفي الحقيقه وفي الواقع مفيش حاجه اسمها فيل ازرق. فهنا بيقول لك ان ده فيلم، هو بيفوقه يعني. بعد كده يقول لك بقطع بضفري علشان ما عنديش كذلك، تتعلق من لسانك علشان ما عنديش مشبك. جامد. مرمط الخصم بتاعه تماما. بعد كده كمل وقال لك اربط عقده نجم زي عمده، وهنا غالبا بيدي شاوت اوت لعمده بتاع نسر السين. مفيش غير عمده عندنا يعني، فاهم؟ بس هو مات بقى الله يرحمه. بس يا سيدي بعد كده يقول لك بكتب عدل دي عقده، ايه عذرك؟ الوحده غير العزله. انت فاهم يا اسطى؟ انت فاهم الرايمنج هنا عامل ازاي؟ عقده وعمده. بعد كده قال لك عقده تاني، بس هنا ليها معنى تاني غير الاولاني، ان هو بيربط العقده وفي نفس الوقت عامل عقده لاخصام ان هو بيكتب عدل يعني. بس بعد كده قال لك عذرك وعزله. بس يا سيدي بعد كده قال لك شغلت فيلم تراب الماس بس زهقت، ده غير فيلم ذا ماتريكس اللي زهق منه فوق. طب ما تتفرجش على افلام يا اسطى، انت بتزهق على طول كده. كده فيلمين ما يتزهقش منهم الصراحه، ذا ماتريكس وتراب الماس، عيب والله. مهم يعني كسر الشاشه بالازازه دبل جاك، هو بيوضح لك يعني هو واصل لفين لغايه دلوقتي. بس بعد كده قال لك خيال مآتة مش حقيقي، انت افتراضي خايب زي فيلم بلاك ادم طويل على الفاضي. وهنا ما شاء الله بيدينا نبذه عن فيلم بلاك ادم بتاع الاخ ذا روك، ولا مؤاخذه ان هو ملوش لازمه، طويل على الفاضي. سبحان الله ده اللي انا حاسه يعني، عشان كده ما اتفرجتش عليه اصلا. بس شكرا لابي يوسف يعني ان هو ايه لخص علينا الدنيا يعني. فعاش المستوى الصراحه بتاع الكتابه جامد. نكمل. قول. ده لسه فيه ما شاء الله معانا، احنا لسه في نص التراك يعتبر. قول.
الراجل ده عنده طاقة وبيخرجها، مش ممكن. مستوى الرص عالي فشخ، برات 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 جامد. يقول لك قشطة خلاص لسه ما خلصتش، ملوخية زي ما هي، انا لسه ما خرطتش الملوخية دي اللي هي اخصمه، لسه ما خرطهمش كل ده، لسه بيحاول بس ان هو يبتدي على الهادي يعني. بس بعد كده قالك لو انت كوكب انا مجرة، خلصت كتابة ارمي الكيس يلا في السبت بره. وهنا غالبا اي كيس بتروح على مروان موسى غالبا يعني. خلصت كتابة ارمي الكيس يلا في السبت بره، طالع من العلبة زي العفريت، دي حركة تراوضة. اصل الجون زي الدفاع هنا في نفس مهارة الفراودة. جامد. بص الفراودة مع التراوضة مع السبت بره مع انا مجرة. انت فاهم الرايم سكيمينج بتاع الراجل ده عامل ازاي؟ لا ومكمل، قالك اسمك يتمحي لما يخش حرف البشاورة، اتخانقوا على حباية توم بيه في حرب الفراولة. جامد. الفراولة والبشاورة والفراودة. بص قالك الفراودة اللي هو الفورورد يعني، فاهم عندنا، بس هنا لمؤاخذة حالته صعبة شوية. بس بعد كده قالك علشان جاف في تلطيش بالإقلام في اللوشاش، اللي هي منها بالإقلام عشان هو جاف، فاهم، اللي هو قلم جاف، ومنها ان هو جاف ناشف يعني، فاهم، في تلطيش الإقلام في اللوشاش. دبل مين صايع. بعد كده قالك على البيت فده ما جاش، بس لو جاي ممكن صدفة تتشاف، ونشوف لو نفس النفس طول اللسان، على أساس إن هو نفسه طويل في الدسات يعني. فأنا بيقول لخصمه هل نفسك طويل زي ما لسانك لمؤاخذة طويل كده؟ فجامد جامد. أنا عاجبني المستوى الصراحة، مستوى عالي وكمية برات مهولة. أنا نسيت إن أبو الأنوار معاه في التراك أصلا، أقسم بالله. إيه يا ابني كل ده؟ أنت واخد التراك كله لحسابك؟ طب ادي الراجل حاجة طب يعني اقفل أبو الأنوار. طيب أنت اقفل أنت التراك. مش عارف الصراحة، نسيت أقسم بالله. أنا فاكر إن هو خلاص هو لوحده. يلا كمل. انا مش قادر خد لك تنزل عشان قبل ما اقرر الحكم تاجر معايا وانت كده هيكون الجيش فاجر متلخبط مش عارف الاول انزل ايه. انا عذرائي نجم بعديها انا تجيب مش فارق خالص انك سبتيني من فين، ما فرقش معايا غير ان جت في ايديك ليه. دلوقتي لازم اغسلها بيقل وزنك سنه القلب انت بتتكس كل لما انا بدوسك اسيبها تتهد في خيالك عم انا بهندسها. يا ريت مجال نفسك لوحدة حاجه انا بكتبها تقدر تروح محتاج في فرق بينك جامد واللي مش جامد بيه. انا معبيك فالفرق بيه كيف يصير مش هكمل بس البرد بابا على البيت واخويا حالي فيه يا هلا فيه. أبو يوسف الفولت بتاعه عالي فشخ في الآخر، وغالبا دي كلها متوجهة للجو، فهو قرر إن هو يقسو عليه وقالك أنا ما شفت رابرز بتشتكي رابر بهلوان أنا مش قادر، وده الجو. قالك خد لك ساتر علشان أبي وقرر بيكو يتاجر. من الآخر معايا ألبوم طرش أكيد هيكون ريليزه فاجر كويس، والبداية مبشرة. بعد كده قالك متلخبط مش عارف الأول أنزله إيه، هل عزرائيل 2 بعديها لا تجيلي بالليل. هو محتار بين الاتنين. أنا عايزك تبعتلي عزرائيل 2 ده قبل الريليز، تمام؟ من الآخر أنا بقولك أهو من أولها عشان ما ترزعش 40 دقيقة قبل ما ينزل، تمام؟ أبقى مجهز كده، ابعتهولي. اديني قلت. بعد كده قالك مش فارق لي خالص انك سبتيلي مسدين، ما فرقش معايا غير ان جات في ايدي كريم. بص مسدين في ايدي كريم، غالبا هنا بيكلم الانثى اللي كان معاها، ما اعرفش ايا كان هي مين. الخلاصه حضرتك ان هو مش فارق له خالص، تمام؟ انا قلت اقول لك برضه. بس وهو عنده مشكله دلوقتي، بيقولك دلوقتي لازم اغسلها يقل وزنه سنه. طب يعني ينفع كده؟ دي ما نكترش في الكريمات، دي مش كويسه، دي حاجات مش كويسه خالص. بعد كده رجع له تاني وقال لك في الغالب انت بتنتكس كل ما انا بدسك، سيبها تهدى في خيالك على ما انا بهندسها. جامده فشخ. بص انا بدسك واسيبها تهدى وبهندسها. يا ريت مجال موتوسيكلات، لا ده عجله انا راكبها والعياذ بالله، تمام؟ يعني حتى هو مش بيشبههم بموتوسيكلات لان الموتوسيكل كويس، لا دي عجله ولا مؤاخذه. من غير شرح، مش محتاج، الحاجات دي بتتشرحش دلوقتي. بس بعد كده قالك مفيش فرق بيننا جامد واللي مش جامد بيموت، اما على البيت فالفرق كبير. وبعد كده هو مش مكمل ومش هيكمل. بس بعد كده بقى في الاخر ليل بابا بيستعرض بالبيت غالبا، بس عجبتني في الاخر ان ليل بابا على البيت واخويا على الفيت. يا هلا فيت، استنبط من فيت
هلا فيت جامد، اعتقد هو قالها قبل كده. مستوى التراك عالي فشخ، اديله 8/10 بمناسبة التمانيات اللي فوق يعني والهرم. عاش المستوى عم ابي وعاش المستوى لابو الانوار، رغم ان انا نسيت ان هو في التراك، بس المستوى في العالي والانتاج برضو اعلى مستوى عمل البابا واقوى مسا على البشرية. اتمنى نستمر على هذا المستوى ولنا اللقاء في اللي بعده. اللي بعده يا ابني، اللي بعده.